اللي راح المتحف المصري في التحرير شاف التمثال ده. تمثال من اهم التماثيل اللي موجوده للملك خافرع، ومعمول من الديوريت، التمثال مليان تفاصيل. هنا جايبين وشه بس، لكن التمثال كامل مليان تفاصيل. عظمه التمثال دوت ايه؟ ان كانت القاعده بتقول ان هم بينحتوا في الجرانيت بديوريت، لان الديوريت اصلا. مره واحده لقينا تمثال كامل منحوت من الديوريت. قال لا، امال نحتوه بايه؟ بالديوريت برضه. فابتدينا نقول الكلمه دي ان هم لا بقى يستخدموا الديوريت عشان لا يفل الحديد الا الحديد. فاحنا كنا بننحت الديوريت بالديوريت. بس الفكره ان في تفاصيل زي جناح حورس زي ما انتم شايفين، زي عينين حورس، زي ودان الملك، زي النمس، زي ايه ده؟ معمول ازاي بالدقه دي؟ الله اعلم، الله اعلم. لقينا فين ايه؟ الماس يقدر، بس ما كانش عندنا ماس. والحديد ما يعملش النحاس. الحديد ده في الهناك، ده بقى في الهناك. الحديد ايه والنحاس ايه؟ ده النحاس ده لما الواحد بيتك عليه شويه كده بيجي فيه. والحديد لا خالص اضعف. بس خلينا وبعدين احنا كمان كدوله مصريه عرفنا الحديد متاخر. كنا بنعرف الحديد نيزكي، كناش متاخر مش جديد. تمام. التمثال ده لقيناه فين؟ لقيناه في معبد الوادي بتاع